أهلا بكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة القطة والجرو الصغير، الجزء الثالث والأخير. لولو نزلت على الجرو، قربت منه برفق وبدأت تمسح على دماغه بديلها الناعم، وقالت له بصوت هادي ومليان حنان: يا جرو، أنت مش فاهم قيمتك، أنت جميل زي ما أنت من غير ما تقلد حد. الجرو حاول يرد، بس صوته كان مخنوق، الدموع كانت مالية عينيه. قال لها وهو يترعش: لولو، أنا كنت فاكر إني لو بقيت زيك الناس يحبوني أكتر ويشوفوني جميل وهادي زيك. لولو قربت أكتر، حطت ديلها على ظهره كأنها بتحضنه وقالت: يا حبيبي، مفيش حد زي التاني، كل واحد فينا ليه جماله، طريقته وصوته. انت فرح، انت حر، انت مليان طاقة، واحنا كلنا محتاجين فرحك. الجرو حس دماغه تدوخ، قعد يبص في المرية اللي مرمية في ركن الحوش. شاف نفسه، ودانه الكبيرة، ديله القصير، وجسمه المترب، بس شاف كمان الابتسامة اللي مفيش زيها. وقتها حس بحرارة جوة قلبه، زي شمس صغيرة نورت جوة صدره. لولو كملت وقالت: ما تحاولش تكون نسخة مني، الناس يحبوك زي ما انت لما تكون صادق ولما تبقى نفسك. الجرو مسح دموعه بديله، وقفة هز ديله بسرعة وطلع صوته هو بقوة، كأنه بيعلن للدنيا كلها إنه راجع. الجرو بدأ يجري في الحوش تاني، ينط، يقع، يضحك، يهز ديله، يجري ورا الفراشات، يلعب مع النمل، يحاول يشم كل وردة. لولو طلعت فوق السور، قعدت تتشمس وبصت عليه وعينيها مليانة فخر، وقالت في سرها: الحمد لله، اتعلم الدرس. لما صاحبة البيت شافت الجرو بيلعب ضحكت، قالت: يا حبيبي، ومال كده، ده انت أجمل جرو في الدنيا. الجرو جري عليها، قفز في حضنها، غرق وشها ببوسات. صاحبة البيت قعدت تدلعه، تهز ديله وتقول له: ايه الحلاوة دي، ايه الفرح ده. بعد كده الجرو قرر يجمع الفراشات، يجمع العصافير، ويحكي لهم: يا جماعة، ما تقلدوش حد، كل واحد فينا ليه صوته، ليه حريته، ليه بصمته الخاصة. يوم ورا يوم الجرو بقى مشهور، كل اللي يعدي يقول: الله، شوف الفرح، شوف الطاقة. الجرو في ليلة هادية قعد يبص في السماء، شاف القمر والنجوم وشعر إنه جزء من الحياة الجميلة دي. قال في سره: أنا مش زي حد، أنا وده كفاية جدا. البرا، كن نفسك، ما تحاولش تكون نسخة من حد، لأن جمالك الحقيقي في ضحكتك، في صوتك، في خطواتك، في كل حاجة فيك. كل واحد ليه نوره خاص، ما تطفيش نورك عشان تشبه حد تاني. أتمنى أن تكون القصة نالت أعجابكم. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصل لكم كل فيديوهاتنا. شكراً.